ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل حاجة حلوة وبسيطة ومش مكلفة. هنا هنعمل البسبوسة، بس هنعمل السيرم بتاعها الأول. معانا هنا كوباية وربع مية، عليهم كوباية سكر، عليهم نص ليمونة. حطهم على بعض ونرفعهم على النار من غير ما نقلب، من غير ما نقلب. هنا معايا نص كيلو دقيق بسبوسة، ومعايا معلقة بيكنج باودر، ومعايا 5 معالق زبدة، يعني حوالي اقل من نص كوباية بحاجة بسيطة. وبرضو الزبدة حسب ما انت عايزة، او زيت او سمنة، هي سمنة. يعني حسب ما انت عايزة، يعني ممكن حسب الامكانيات اللي موجودة في البيت يا حبيبتي. دلوقتي يا بنات يعني لازم نفضل نقلب في الدقيق لغاية ما يمتزج بالسمنة، نغلفه كله بالسمنة. بعد كده هنزل الزبادي، هننزل زبدتين، ونقلب كويس. هنحتاج بعد كده حبة مية صغيرين، يعني احنا حاطين زبادي عشان البسبوسة تبقى طرية. الزبادي بيطري اي حاجة يتحط فيها، وبالذات البسبوسة بالذات تبقى طرية وجميلة، متبقاش خشنة ولا ناشفة. بس هنا انا احتاجت ربع كوباية مية، باخد منها بالمعلقة. يعني انا احتاج 3 معالق مية، 3 معالق مية، بس عشان اوصل للقوام اللي انا عايزاه، اللي هو هتشوفوه دلوقتي. انا مش هحتاج اكتر من 3 معالق مية بس. نقلب بس مش كتير، يعني التقليب ما يكونش كتير. يعني حضر صينية ادهنها دهنة سمنة برضو، وابدأ انزل الخليط فيها. هو ده الخليط المناسب، يعني لا تبقى طرية قوي ولا ناشفة ولا ناشفة. ننزل كل الخليط ونبدأ بقى ايه. هبدأ انا ان انا افرده كويس، بس كده. والتزيين بقى زي ما انت عايزة، عندك مكسرات ماشي، عندك انا عاملة فول سوداني. جبت فول سوداني، وكل فولة اقسمها نصين، وابدأ بقى ايه ازوق حسب بقى ايه ذوقك، وحسب ما انت شايفة ايه المناسب ليكي. بس كده، اديني زوقتها بمكسرات الغلابة زي ما بيقولوا، تحفة. بس كده، بعد ما طلعت من الفرن نحط السيرم. انا كنت بردته في التلاجة كده، ارش السيرم. السيرم كان برد وتقل وبقى حلو، وبالهنا والشفا. اسهل طريقة عمل بسبوسة، لا بقى كلكعة ولا نعمل ايه ونجيب ايه وسهلة جدا وبسيطة جدا. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، ويا ريت تشتركوا في قناتي، عشان قناتي مش هتكبر غير بمشاهديني وحبايبي. يعني اسهل حاجة للتحالي، ورخيصة جدا، يعني مش مكلفة خالص. نقوم نعملها لعيالنا، نفرحهم بيها. ويا ريت تقولوا لي اللي يعملها يقول لي النتيجة ايه، ويبعت لي اي حاجة تحتاجوها، انا تحت امركم. واي حد هيطلب مني اي حاجة هعملها له. شكرا ليكم.